المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإيرتية، وفيها تدشين سدين في قلب، نجاح لبرنامج تعليم الكبار في القاشبركة، التبرع ب14,000 وحدة دم هذا العام. دول الساحل تضع قواتها في حالة تأهب بعد قرار إكواس. إيران وروسيا تؤكدان ضرورة استكمال مشروع للشحن البري بين البلدين. و12 قتيلا على الأقل بانفجار في مصنع المتفجرات شمالي غربي تركيا. أهلا بكم مشاهدينا. دشن في 23 من ديسمبر الجاري سدين شيدا في مزابط ومارات في مديرية قلب بتنسيق إدارة إقليم عنسبة وإشراف وزارة الزراعة. وأوضح مسؤول قسم الزراعة والأراضي بالإنابة في إقليم عنسبة السيد كبر مسقل تولدي أن السدين اللذين تبلغ طاقتهما الإجمالية أكثر من 310,000 متر مكعب من المياه سيساهمان في التنمية الزراعية وحل مشكلة مياه الشرب والسقي. وقال قائد الفرقة العسكرية 37 التي شاركت في أعمال التشييد العقيد جبريل ولد سلاسي أن المنطقة كانت مسرحا لمعارك استنزاف عنيفة وبطولات بارزة منذ عام 1988 إلى عام 1991، مشيرا إلى أن العمل المنفذ جزء من أمانة الشهداء. وذكر مدير المديرية سيد عثمان آدم أن هذا العمل يعد مثالا على مساهمة قوات الدفاع الإريترية في تنمية البلاد. وأشهد حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى بدور الفرقة العسكرية 37 والسكان، ودعا الجميع إلى زيادة مساهمتهم لضمان استمرارية السدود وخدماتها. شهد حفل التدشين عرضا فنيا قدمته الفرقة الفنية التابعة للفرقة العسكرية، والجدير بالذكر أنه قد تم بناء 15 سدا في إقليم عنسبة منذ عام 2023 وحتى نهاية هذا العام، بينما يجري إنشاء سدين في إدارة ضاحية دربا بمديرية علا برعد والراكوبة مديرية حلحل. حققت برامج تعليم الكبار وعريوت في إقليم القاشبركة نتائج مرضية. وأوضح مسؤول تعليم الكبار في الإقليم الأستاذ إسحاق يوسف في التقييم الذي جرى في بارنتو تسجيل أكثر من 17,000 من الكبار و10,300 من الصغار في برنامج عريوت خلال السنوات الأربع الماضية بالتركيز على المناطق النائية. وذكر مسؤولو التعليم في المديريات الجهود المبذولة والنتائج المحققة في مناطقهم، مشيرين إلى أن البرنامج أحدث فرقا في خفض معدلات الأمية وخلق الفرص للأطفال المتخلفين للحاق بأقرانهم، موضحين بأن قلة الكتب من التحديات التي تحتاج إلى الاهتمام. ودعا المدير العام لقسم تعليم الكبار والإعلام بوزارة التعليم السيد قبرزقي دمام إلى العمل المشترك لتحديد أوجه القصور في تنفيذ برامج تعليم الكبار وبرنامج محو الأمية وعريوت وإيجاد الحلول لها على مراحل والدفع قدما بالعملية التعليمية. من جانبه أوضح مسؤول فرع تخطيط وتطوير مناهج تعليم الكبار السيد تكابو أيموت أن الجهود المبذولة لتوسيع نطاق تغطية المؤسسات التعليمية حققت نتائج إيجابية خاصة في برامج محو الأمية وتعليم الكبار، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة منذ الاستقلال أوصلت برنامج محو الأمية لنسبة 85%. وقال حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي أن البرامج المنفذة لضمان خدمات التعليم العادل خلقت فرصا للأطفال الذين لم يتلقوا التعليم في السن المناسب ويجب الدفع بها قدما. أعلن المدير الطبي لبنك الدم الوطني الدكتور يوهانس تخستي التبرع بأكثر من 14,000 وحدة دم في الأشهر 11 الماضية. وأوضح بأن جمع الدم الشهري للعام الماضي كان 1000 وحدة، وقد بلغ التبرع بالدم شهريا هذا العام
1300 وحدة، مضيفا أنه تم جمع 14,300 وحدة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من هذا العام بالتعاون مع الجمعية الوطنية للمتبرعين الطوعيين بالدم، ويغطي ذلك نسبة 99.3% من الخطة الموضوعة. وقال إن الدم الذي تم التبرع به يلبي حاجة 76% من احتياجات الدم الآمن لمستشفيات البلاد، وقد تم توزيع 40% منه على مستشفى أوروتا، و9% على مستشفى حليبت، و7% على مستشفى سنبل، و6% على مستشفى كرن. وأوضح بأن الدم المتبرع به يخضع لفحوصات مختلفة للتأكد من جودته وسلامته، حيث تبين وجود 0.3% من فيروس نقص المناعة المكتسبة، و0.6% باليرقان نوع سي، و0.22% اليرقان من نوع بي، وكذلك نسبة 0.6 من الزهري. وقال بأن وزارة الصحة قامت هذا العام بإدخال جهاز فحص الأمراض المعدية وجهاز لفصل نوع الدم. وأوضح الدكتور يوهانس بأن كفاءة ومحتوى بنك الدم الوطني معترف به دوليا نتيجة عمليات التدقيق والمراجعة المستمرة، ويعمل جاهدا لزيادة المتبرعين الطوعيين بالدم. قال مسؤول عيادة منوخسيتو في مديرية صنعاء الممرض صالح محمد أن العيادة تسهم لأجانب الخدمات الصحية في التوعية بمكافحة الأمراض والعادات الضارة. وأوضح قيام الكادر الصحي بالتجوال في القرى البعيدة لتقديم الخدمات الصحية والتطعيم والتوعية. وذكر السكان بأن العيادة تساهم في التعريف بالأمراض وسبل الوقاية منها، مناشدين بسد نواقصها. وتقدم عيادة منوخسيتو خدمات التطعيم ورعاية الأمومة والطفولة وفحوصات الدم والإسعافات الأولية وغرف انتظار الحوامل ل14 قرية في إدارات ضواحي منوخسيتو وروباناتا وندوي. اختتم في 21 من ديسمبر الجاري في مدينة بارنتو النشاط الرياضي للقيادة الغربية الذي استمر ل11 أسبوعا. تضمن حفل الختام الذي حضره قادة القيادة ومسؤولي الإقليم والمديرية وقادة الجيش وغيرهم منافسات ختامية وعروض فنية وتوزيع جوائز على الفائزين. وقال قائد التعبئة والتوجيه في القيادة الغربية المناسب دانييل يوسف أن النشاط الرياضي الذي استمر ل77 يوما اشتمل على منافسات كرة القدم والطائرة وألعاب القوى والرماية. وفي المباراة النهائية فاز فريق لالومبا على فريق دوتا وحصل على الكأس والميدالية الذهبية، وفي السيدات فاز فريق لالومبا على الهلال. وقدمت الجوائز على الفائزين فرديا وجماعيا في المنافسات الأخرى. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. قررت دول الساحل مالي والنيجر وبوركينا فاسو وضع قواتها المسلحة في حالة تأهب، واتهمت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواز بالسعي نحو زعزعة استقرارها في تصعيد جديد يزيد من التوتر في المنطقة المهددة بالإرهاب والصراع الدولي بين روسيا والغرب. وكان قادة دول غرب أفريقيا عقدوا قمة في نيجيريا قبل أسبوع منحوا خلالها دول الساحل مهلة 6 أشهر من أجل التراجع عن قرار الانسحاب من المنظمة الإقليمية والذي صدر شهر يناير من عام 2024، ويدخل حيز التنفيذ يناير من العام المقبل. وفي أول رد صادر عن قادة دول الساحل الأفريقي قال العسكريون الذين يحكمون مالي والنيجر وبوركينا فاسو في بيان أنهم يرفضون المهلة الصادرة عن المنظمة الإقليمية، واعتبروا أنها محاولة خارجية لزعزعة الاستقرار. وأضاف قادة دول الساحل أن قرار إيكواز محاولة أخرى من شأنها السماح لفرنسا وأنصارها بمواصلة التخطيط وتنفيذ أعمال مزعزعة للاستقرار ضد تحالف دول الساحل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي سافيليف ضرورة الإسراع في استكمال ممر للشحن البري بين البلدين. وذكرت الرئاسة الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني أن بزشكيان بحث خلال استقباله سافيليف سبل توسيع العلاقات بين البلدين واستكمال ممر الشمال جنوب لنقل السلع عبر سكك الحديد داخل الأراضي الإيرانية والروسية.
ووجه سابليف دعوة للرئيس الإيراني لزيارة موسكو مطلع العام الجديد بغية مواصلة المحادثات ومتابعة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين. كما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن التعاون بين روسيا وإيران يمكن تعزيزه بشكل كبير، حيث أعرب لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن طهران يمكنها بذل المزيد من الجهد لتعزيز علاقاتها مع موسكو، وخاصة التعاون في مسألة العقوبات المفروضة على البلدين. قتل 12 شخص على الأقل وأصيب 4 آخرون بجروح جراء انفجار وقع في مصنع بشمال غرب تركيا، وفقا لما أفاد به حاكم المنطقة. وبثت قناة CNN ترك صورا تظهر لهبا ودخانا يتصاعد من مبنى المصنع وقت الانفجار في قرية كافاكلي في مقاطعة بالكسير. من جهته قال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا أن السلطات فتحت تحقيقا في الحادث ولا يزال سبب الانفجار غير معلوم. كما أعلنت مديرية الاتصالات الحكومية عن إرسال العديد من طواقم الإطفاء للتعامل مع الحريق، بالإضافة إلى وحدات صحية وأمنية إلى المنطقة. أعلنت شركتا صناعة السيارات اليابانيتان نيسان وهوندا أنهما دخلتا في محادثات رسمية للاندماج وإنشاء ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات. وفي مؤتمر صحفي عقد قال توشيهيرو ميبي الرئيس التنفيذي لهوندا أن الشركتين بحاجة إلى نطاق أكبر للتنافس في تطوير التقنيات الجديدة في المركبات الكهربائية والقيادة الذكية. وأضاف ميبي أن اندماج الأعمال من شأنه أن يمنح الشركات ميزة لن تكون ممكنة في ظل إطار التعاون الحالي، وأن الاتفاق يهدف إلى تبادل المعلومات والموارد، ولكن أيضا حماية كلا العلامتين التجاريتين. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. تدشين سدين في قلب. نجاح لبرنامج تعليم الكبار في القاشبركة. التبرع ب14,000 وحدة دم هذا العام. دول الساحل تضع قواتها في حالة تأهب بعد قرار إيكواس. إيران وروسيا تؤكدان ضرورة استكمال مشروع للشحن البري بين البلدين. و12 قتيلا على الأقل بانفجار في مصنع للمتفجرات شمالي غربي تركيا. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.